السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. في الفيديو بتاع النهاردة هنعمل مع بعض أنجح طريقة للكحك العيد الدايب. هتعملوه في البيت وهتتحدوا بيه أي حد ممكن يدوقه، وهيقول لكم انتوا جايبينه منين بجد، لأنه أجمل بكتير من أي محل حلواني انتوا جبتوا منه كحك قبل كده. الكحك مظبوط جدا، النقشة بتاعته جميلة جدا ويعني حصرية ومش هتلاقوها في أي مكان تاني، وسهلة ومش محتاجة طوابع. وكمان هنقول على كل المشاكل اللي ممكن تواجهكم في الكحك اللي بيطلع ناشف، ليه النقشه بتاعته ما بتبانش. هنقول كل حاجه في الفيديو النهارده، كمان هجاوبكم على اي سؤال انتوا ممكن تسالوه او يخطر في بالكم. بصوا الكحك دايب وطعمه حلو جدا، حرفيا سكره مظبوط، وكمان الخطوات سهله وبسيطه جدا ومش محتاجين جرامات. يعني في الوصفه دي هنجيب كيلو من الدقيق لكل الاغراض، او اي نوع دقيق عندكم. يعني ايه اي نوع دقيق؟ يعني حتى لو دقيق كده في الشكارة خدوا منه كيلو دقيق وخلاص. كيلو دقيق 8 كوبايات، وهنحط عليه رشة ملح صغيرة ومعلقة صغيرة من ريحة الكحك اللي انا عملتها معاكم قبل كده، ونص معلقة من البيكنج باودر. هحط دلوقتي سكر بودرة، وما تخافوش سكره مظبوط على الاخر، 3 معالق سكر بودرة. وزي ما انتوا شفتوا انا نخلت الملح في الاول، ونخلت كمان السكر البودرة، لان ساعات لما باجي اكل كده نواعم العيد الاقي فيها حبات صغيرة من الملح. هجيب دلوقتي السمسم بتاعي 3 معالق كبار من السمسم الني، وجايبه دلوقتي نص كيلو زائد نص كوبايه من السمنه. يعني ايه؟ 550 جرام من السمنه، ازيد من النص كيلو ب 50 جرام. وهحط السمسم عليها بعد ما بتسخن كويس. انا ما بغليش السمنه، انا بس بخليها تسخن، وبعد 5 دقايق كده اول ما تظهر رغوه على الوش بسيطه جدا زي ما انتوا شفتوا، بضيف السمسم. يعني في الوقت ده كده السمسم بتاعي بيتحمص وبيبقى طعمه حلو قوي قوي. جربوا الطريقه دي هتعجبكم. وبنزل بقى بعد كده بالسمنه بتاعتي دي على 4 دفعات كده، لاني ما بحبش انزل بيها مره واحده على الدقيق، لان هي ممكن تخلي الدقيق طعمه كده فيه يعني زي شياط او حريقه، مع انها هي مش سخنه قوي. بس برضو انزلوا شويه شويه كده وسموا بسم الله. وخلوا بالكم لان طبعا درجه حراره السمنه بتكون مرتفعه جدا، فخلوا بالكم. وممكن تقلبوا بمعلقه خشب في الوقت ده. هحط كده السمنه زي ما قلت لكم على 4 دفعات، وهقلب من تحت لفوق. الطريقه سهله وبسيطه ومش محتاجه اي حد محترف، وبينجح من يعني مع اي حد حتى لو لسه داخل المطبخ يعمل. بس خلوا بالكم طبعا من المكونات بتاعتنا ومن الطريقه، وكمان التسويه بتفرق جدا هقول لكم طبعا. هنقلب بقى كده تقليبه بسيطه، وهركنه على جنب لحد ما يبرد خالص. هجيب كوبايه الا ربع من الميه الدافيه، واحط معلقه كبيره من السكر البودره، واحط معلقه صغيره من الخميره، وبس. ما تحطوش اكتر من كده علشان النقشه بتاعتكم تفضل باينه، وفي نفس الوقت الكحكايه ما يظهرش فيها طعم الخميره المستفز ده، وهتبقى دايبه وناعمه وجميله جدا. في الوقت ده هسيب الخميره على جنب تشتغل معايا، وهبدا دلوقتي ابس. ودي اهم حاجه في نجاح اي نواعم بتتبس، زي المنين او المعمول او الكحك، مهم جدا انه يتبس. وطبعا علشان بياخد وقت طويل جدا وانا بعمل اكتر من حاجه، فانا حطيته في العجان وشغلت الكف لمده 5 دقايق. وبعد ما بقى سايل جدا، ممكن طبعا لو بايديكم يبقى ربع ساعه، وتريحوا كل 5 دقايق. الخميره بتاعتي كانت اشتغلت وارتفعت زي ما شفتوا. هبدا انزلها ومش هسيب اي حاجه حتى في الطبق اللي كان متغطي بيها الخميره، وهحط كله على بعضه كده، وهبدا بقى اقلب بالمعلقه. في الوقت ده طبعا بندخلش ايدينا خالص لحد ما بنقلب تقلبتين كده، علشان هتلزق قوي في ايديكم. يعني هتقلبوا كده بمعلقه خشب او سباتيولا، وبعد كده هتبدا السوائل تختفي واللي دي يتشربها، هنبدا ندخل ايدينا. انا طبعا ما بعجنش زي ما انتوا شايفين، انا بس بلف العجينه وبحاول اكونها، يعني احاول ان انا اشكل عجينه، وان انا اخفي اي حاجه من الدقيق. في الوقت ده مش محتاجين نعجن ولا نبس ولا نعمل حاجه، هنشكل عجينه وبس. وهقول لكم القوام المظبوط جدا علشان الكحك ما يشققش وما يبقاش فيه اي مشكله. كوبايه الا ربع ميه مظبوطه جدا جدا على الكيلو دقيق، ايا كان نوع الدقيق. يعني لو احتاج معلقه او معلقتين ما تحطوش اكتر من كده. وطبعا بالميه بيبقى اخف بكتير من اللبن. عايزين تحطوا نص ميه ونص لبن مفيش مشكله. بصوا بقى القوام المظبوط جدا للعجينه، لما اخد كوره وابدا اضغط عليها، يعني الفها بين ايديا واضغط عليها، مش هتتشقق، طريه جدا. في الوقت ده كده هبدا انقشها وانا مطمنه. طب لو هي بتتشقق يبقى محتاجه معلقه او معلقتين من الميه. لو حتى بنقش وطلع النقش بتاعنا في المنقاش، يعني العجينه طلعت في المنقاش، ده معناه ان هي برضو محتاجه لفه او لفتين بايدينا، او محتاجه معلقه او معلقتين من الميه.
بصوا بقى النقشه الجميله دي اللي وريتها لكم في اول الفيديو، سالوني عليها ناس كتير جدا. عارفين البلبله بتاعه بلح الشام؟ هي دي اللي احنا هنستخدمها النهارده. هنعمل بيها بالشكل دوت ايه الدايره الكبيره، والشرشره بتاعت او البوز يعني بتاع البلبله او التيب هنعمل بيها الشكل النجمه ده. وبعدين بالمنقاش كده من الجوانب وخلاص. مجهزه الصواني جنبي من غير اي حاجه خالص ولا اي ماده دهنيه، وهبدا ارص الاشكال بتاعتنا بقى، وهسيبهم بقى هم يطلعوا بقى ايه اي لوحه فنيه عندهم. الاولاد طبعا هيبداوا بقى ينقشوا ويفرحوا جدا بالنقشات اللي هم هيعملوها. هنسيب الكحك بتاعنا لما يختمر مدة مثلا ربع ساعة أو تلت ساعة لو احنا كتير شغالين. لو أنا بس لوحدي، أول ما أخلص هبدأ على طول أسوي في أول صاج. التسوية درجة حرارتها 180، الرف التاني من تحت. الفرن هيبقى سخن جدا قبلها ب5 دقايق قبل ما أدخل الصاج بتاعي. وبعد طبعا 10 دقايق مش هفتح عليه خالص. بعد ال10 دقايق هبدأ أتابع الصاج بتاعي والفه كده لحد ما ياخد لون ذهبي من تحت ومن فوق. الصاج هياخد معايا حوالي 20 دقيقة وما تكتروش عن كده. بعد ال20 دقيقة ارفعوا الصاج بتاعكم لفوق خالص علشان ياخد لون ذهبي، أو شغلوا الشواية. النقشة بتروح مننا لو زودنا الخميرة، وبينشف منك لو زودتي تسويته عن 25 دقيقة أو درجة حرارة الفرن كانت أوطى من 180. لو عملتوا المقادير دي وعملتوا كمان التسوية المظبوطة اللي انا قلت عليها، مش هيطلع معاكم لا ناشف ولا مشقق ولا النقشة هتروح ولا هيحصل اي مشكلة. لما يبرد حطوه في علب.